السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت اخلص بقى الحاجات اللي عندي في التلاجة عشان اجيب شوية حاجات كده ونحطها تاني في التلاجة ونخزنها. ما كانتش متخزنة بمعنى كلمة متخزنة، يعني دي حاجات تعملي منها شهرين او حاجة، يعني حاجات كده تبقى جاهزة عندك. المهم طلعت اخر كيس لحمة كده يا بنات من اللي كان عندنا، اللي احنا كنا عاملينه وحاطينه في التلاجة ومجهزينه على التسخين. دي لحمة مسلوقة على التسخين، والكلام ده انا قلته لكم 100 مرة قبل كده، تمام؟ عشان تاخدي بالك من الموضوع يعني. المهم جبت هنا طاجن زي ما انت شايفه كده، وجبت قرن فلفل، جبت فيه بصلايه شرحتها كده زي ما انت شايفه، وجبت بسم الله الرحمن الرحيم شفشق طماطم كنت عصراه ومجهزاه، وحطيت حته سمنه بلدي كده في الطاجن، وقلت اقلبهم مع شويه ملح على كزبره على بهارات على قالب ماجي على شويه كمون، يعني التوابل يعني العاديه بتاعتنا، تمام كده حبايبي. الموضوع ما فيهوش اي افتكاسات ولا حاجه، ولكن هي الغدوه النهارده تحفه 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 يعني. بس يلا كده صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. دي بطاطس برضو من اللي احنا حاطينها استخدام شهر او شهرين في التلاجة، وعملناها قبل كده مع تجهيزات المدارس، تمام كده حبايبي؟ ماشي. وهندخلهم الفرن، مش هنحط فيهم لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، بس هيبقى طاجن حلو قوي قوي قوي. ونشوف بقيه الغدوه هنعمل فيها ايه. هنا بقى هنجيب حله كده زي عقبال عندكم ان شاء الله ماشي، ونحط فيها شويه شوربه كده من شوربه اللحمه اللي احنا عاملينها. اللحمه دي جميله وهنعملها مع بعض كتير، وهوريكي هتعمليها ازاي وتقعد معاكي بدل الشهر 2 و3 و4 كمان. ماشي. وده حاجات من اللي انا نفسي اخلصها عندي في الديفريزر عشان نخزن بدلها، اللي هو القلقاس ده احنا كنا مخزنينه مع بعض، وكنا عاملينه وحاطينه في الديب فريزر، تمام كده حبايبي. المهم حطيت معلقه من السلق بتاعنا الجاهز، وحطيت شويه طماطميتين كده ضربتهم وحطيتهم على الشوربه وسبتهم ياخدوا غلوه. انت عارفه ليه بحط الطماطم كده من على الشوربه في اول مرحله للقلقاس؟ بحيث ما يعملش معاكي رغاوي ولا يعمل معاكي ريم ولا اي حاجه من الحاجات دي، ده هيمنع كل ده، تمام كده. وجبت حله هنا، قلت اسيح فيها حته سمنه زي ما انت شايفه كده، واجهز الرز على بال ما نجهز بقيه تجهيزات الغدا، تمام كده. الرز طالما اتعمل، انا واحده من الناس بحب ان الرز يتعمل بسرعه او على طول وانا بعمل الحاجات ديت، بحيث ان هو طالما خلص الرز يبقى احس ان الاكله كلها فعلا خلصت، يعني الموضوع سهل وبسيط قوي والله، تحس ان اليوم خلص فعلا يعني. ماشي. المهم قلبته كده تقليبه، هنعمل شويه رز ابيض، حطيت الرز وحطيت سنه كمون وسنه ملح، واديتها تقليبه كده مع حته السمنه اللي احنا سيحناها، وكنت انا مجهزه طبعا الميه السخنه بتاعتي، وحطيتها عليه على طول زي ما انت شايفه كده، سنتي فوقيها وخلاص على كده، وهنغطي الرز يستوي مع نفسه، تمام كده حبايبي. طبعا بيتشرب الاول، بعد كده بنوطي عليه، طبعا حاجه معروفه. ماشي. المهم انا عايزاكم تصلوا على النبي في التعليقات كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، بنيه الفرج عليا ونيه الفرج عليكم ونيه الفرج على امه محمد باذن الله يا رب، باذن الله كده يا رب. وكل اللي يتمنى شيء يصلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ماشي. المهم جبنا طاسه كده، وحطينا برده فيها حته سمنه زي ما انت شايفه كده، وحطينا قالب ماجي هنا على القلقاس، وحطيت شويه كزبره وشويه شطه وشويه كمون وشويه بهارات، وظبطته كده. المهم الطاسه دي حطينا فيها منى، حطينا فيها معلقه توم مفروم، تمام كده. دي التوابل العاديه اللي احنا بنحطها كده، ما تقلقيش التوابل العاديه بتاعتك خالص اللي احنا كنا عاملين نحطها على القلقاس ديت، ما فيهاش اي حاجه جديده يعني، تمام كده. وبقيت اقلب التوميه و هنديها تقليبه كده حلوه، ونحط لها معلقه كزبره برده. ليه معلقه كزبره يا منى؟ زي الطشه كده، بتدي ريحه حلوه قوي قوي الكزبره يا جماعه مع اي طشه في اي اكله، سواء فته سواء ملوخيه سواء اي حاجه، بتديكي ريحه تحفه 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 يعني. ماشي. المهم فضلت اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده، على حد ما بدات ان هي تديني لون ذهبي. على مهلك عليها، خلي النار بتاعتك متوسطه علشان ما تتحرقش معاكي. شفتي معلقه الكزبره انا حطيتها فين؟ لما بدات تخش على اللون الذهبي، علشان الكزبره ما تتحرقش. الكزبره لو اتحرقت هتمرر لك التوميه. ماشي. المهم وبقينا نقلب فيها كده تقليبه حلوه على حد ما ادتنا اللون اللي انت شايفاه دوت. طب يا منى هنحط بعد كده؟ استبري بالله، خلي بالك طويل، اتقل على الرز لما يستوي، ايوه كده
المهم زي ما انت شايفه كده حمرنا التوميه وحطيت عليها تاني معلقه من السلق اللي احنا كنا مجهزينه. السلق ده يا جماعه انا دايما ببقى عاملاه وحطاه عندي في الفريزر يعني جاهز، اعملي منه بقى في اي وقت. انا كده كده كنت واخداه تشويحه، وادي التشويحه التانيه هي لما باجي اعمل القلقاس بخليها تاخد تشويحه دقيقه واحده، لان هو كده كده السلق عندي متشوح جاهز، وحطاه في الفريزر يقعد عندك بدل السنه 2 و3 و4. تمام كده. وادي القلقاس بتاعنا اتعمل خلاص، طالما طشيتي له الطشه بتاعته خلاص انتهى الموضوع. ادي اللحمه بصي لا اتهرت منك ولا جلدت ولا اي حاجه، وطلع ريحتها جميله وتحفه كانك لسه عاملاها صبحه. والله العظيم الموضوع ده اختراع من ايد منى زكريا يا جماعه، والله العظيم فعلا هنعمله سوا. هوريكي هتعمليها ازاي بحيث تحفظيها بدل الشهر 2 و3 و4. هنا الرز بتاعنا كان استوى وبقى جميل ومفلفل وحلو زي السكر كده، ما تحطلوش غير سنه كمون وسنه ملح. حابه تحطي فلفل اسمر انت حره، بس انا ما بحبش بصراحه اديله الفلفل الاسمر بيغمق وبيحرق، مش عايزين الموضوع ده. وادي القلقاس بتاعنا جميل تحفه والله العظيم تحفه. والطاجن كان خرج من الفرن. طبعا احنا مش محتاجين نحط لا فراخ ولا اي حاجه في الطاجن، وانت امكانياتك اللي عندك حطيه واللي انت حباه اعمليه. بس لو وصلت معايا لحد ان سوى القلقاس وطعمته وجماله وكان بصي زبده، والله العظيم زبده، اديني بقى لايك واديني شير واعملي منشن لصاحبتك تعرف تعمل القلقاس ازاي وتعرف تعمل اللحمه والرز ازاي. كلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجه احسن مني، ولكن احنا عايزين البنات الحلوه الصغيره العرايس الجميله الامارات تتعلم مننا كلنا، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا. بالله عليكم ما تنسوني بدعوه حلوه، وما تنسونيش بلايك وشير، ودعموا الصفحه بتاعتنا عشان تكبر. دي بتاعتكم انتوا مش بتاعتي انا، وانا بحبكم في الله، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.